بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله جميل. سامعين صوت العصافير؟ هناك كده في شجرة كبيرة شايفينها دي، عليها كمية عصافير رهيبة. ده صوتها. الجو فيه ابتدى موجة هوا وبرد، هو مفيش برد قوي بس فيه هوا. شايفين الشروق؟ طبعا المفروض اطلع على السطح اوريكم اكتر، بس الدنيا لسه مظلمة هناك. شايفين؟ صباحكم هنا وصباحكم رضا من الرحمن. البيت اتهد. فاكرين لما كنت بقول لكم الفيو مش حلو؟ الفيو وحش. بكره البيت ده يتهد او تهد بقى الفيو يعني نوعا ما حلو. سامعين صوت العصافير؟ روعة ان شاء الله. الديك كمان بيسلم عليكم. صباحكم هنا وصباحكم فل وصباحكم ورد. ماشي، كل الضيوف بترن على بعض. انا عايزه اسكت اصلا واسمعكم الاصوات دي والله. افتح كده عشان البيت يتهوى بقى ايه، يبقى روتين من نار ان شاء الله. يلا بينا. صباح الفل. علم من الكتاب أنا آتيك به ارتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي. صدق الله العظيم. عايزه اقول لكم الفيديو النهارده بجد 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 في حاجات كتير جدا جدا حلوه قوي ليا وليكم، مش ليا بس. طبعا اي حد زيي هيفرح بالحاجات اللي حصلت في الفيديو كلها من بدايه الفيديو لحد نهايته بامانه يعني. ما تفوتوش ولا دقيقه. عايزه اقول لكم انا شلت الحاجات اللي كانت على الكنب وعلى الترابيزه وحاجات الكركبه دي كلها، وهنا بعمل الجزء ده الاول بالمكنسه. هو الاوضه تحسوا الارضيه نظيفه ما فيش فيها تراب كتير بصراحه، بس لازم اعملها بالمكنسه يعني عشان لو في فتافيت عيش فتافيت اي بسكوت اي حاجه. وهنقل الترابيزه هنا، شلت المفرش نفضت الرخامه بعد ما شلت الحاجه من عليها، وهنقلها كده ايه تحت التلفزيون تاني، كل شيء يرجع كما كان. خلاص كده العيد خلص، انتهى الموضوع. نرجع كل حاجة زي ما كانت. وطبعا عايزة اقول لكم يعني احلى ما في الموضوع ان انا بادئه اليوم من اول. يعني دايما يقولوا زمان ساعة الفجرية منسية او ساعة البدرية منسية، معرفش والله، بس بجد بجد دايما كنا نسمع امثال من اهالينا زمان ما بنفهمهاش وما بنصدقهاش. فاهمين قصدي؟ بس والله لما بنكبر وبنبقى زوجات وامهات بنفهم كل حاجة وبنحس كل حاجة. طبعا زي ما قلت لكم الارضيه نظيفه، كنستها من تحت الكراسي كده ومن على السجاده بالمكنسه، وحطيت الريموتين هنا بتوع التلفزيون وحاجه المبخره كده الفحم والبخور والمبخره والكلام ده كله، وسويت المخدات والاوضه بصوا يعني، والستائر طبعا نظيفه عشان احنا كنا غسلينها، والارضيه نظيفه ما شاء الله. بس انا هنا هشد الستاره على الشباك ده جارحنا جدا من قدام، فالناس يعني ايه حسيت في حد بيرش ميه في الشارع، فاستغربت ان هما برش بدري، بس خلاص طالما اللي قدامنا ابتدوا يصحوا فانا شيشت الشباك تاني علشان الشباك ده جارحنا جدا يعني. وهقفل النور بقى بتاع الأوضة، وطبعا الباسكت ده أنا حاطاه جنب الترابيزة ده على طول معانا في الأوضة علشان احنا بنقعد فيها على طول. نطفي النور بقى ونروح نعمل ايه، نسمي بالله. طبعا أنا هنا شلت السجادة البرتقاني بتاعة العيد، السجادة اللي كانت هنا فاتحة. وهتقولوا لي طب ايه اللي خلاكي تجيبها برتقاني يا جماعة الخير؟ عايزة اقول لكم ان الركنة اللي انتوا شايفينها دي كسوة، دي مش لون الركنة، لون الركنة اورنج في اسمر. يعني لو حابين تشوفوها بقى اوريها لكم. ليه عملتها اورنج في اسمر؟ والله يا جماعة انا كنت يعني انا عاملاها من حوالي 11 سنة، فانا بحب اللون الاورنج جدا، وكمان السيراميك كمان يعني درجات الاورنج برضو هي جت صدفة طبعا مش انا اللي منقياه، بس قلت ايه احلى حاجة في الصالة هيبقى لون الاورنج. وكنت عاملة ستاير درابية ورا الركنة لونها اورنج برضو من التقيلة، بس انا ما حبتهاش بصراحة وغسلتها وشلتها وعينتها.
مش سهلة في القلع والتركيب والكلام ده كله، فاهمين؟ فانا استكفيت بالستارة اللي انا هوريها لكم دلوقتي، لان انا كان عندي كذا نوع ستاير. المهم كنسة الصالة طبعا ما كانش فيها تراب كتير برضو، بس ايه قلت اما احط شوية معطر دوني طبعا، بما ان ده المدخل بتاع الشقة، وفي نفس الوقت ايه هغير بقى السجادة، هحط حافظة تبقى خفيفة في الشيل وفي الحط وكده يعني، وسهلة اشيلها، اكنس تحتها، امسح، لان انا في دخلة اول ما الصيف بيخش انا على طول احط الحافظة هنا، وممكن احط سجادة ولا حاجة طويلة في الأوضة الكبيرة، او العكس. ليه بقى؟ لان انا طول الصيف احب اكنس وامسح، لان السجاد الكبير بيمنعك ان انت تكنسي وتمسحي كتير، بيبقى ما بيوسخش الحتة كتير، بيبقى تقيل عليكي. لكن طول ما الصيف موجود، طول ما انتي الدنيا بلاط مكشوف، في تراب كتير، في هرس كتير، الكلام ده كله. كمان الولاد بيبقوا قاعدين من المدارس، فالهرس بيبقى عندك كتير جدا. خلاص الأوضة دي كمان شغلت المروحة طبعا دقيقتين عشان انشف البلاط، وفرشت الحافظة دي. فالمهم ده كتب محمد جه من الدرس حطها كده، ودول خمار وطرحة كده. وعايزة اقول لكم بقى ايه تنهيدة كده كبيرة يا جماعة، تنهيدة معايا، تنهيدة امال. دي اوضة الولاد، ربنا يحميهم يا رب ويبارك فيهم يا رب. انا عندي 3 ولاد، ولد وبنتين، فدي كتبهم بتاع الدروس والحاجات دي، ودي الأوضة بتاعتهم. طيب انا هنضفها يعني ايه، هشيل بس الملاية اللي على السرير التاني، والملاية بتاعته مغسولة عشان احط ملايتين شكل بعض كده جنب بعض. الملاية بتاعت محمد اللي عليها بسنتي ودياست دي نضيفة، بس انا هشيلها برضو، هنفض المرتبة وهرجع هفرشها تاني، ملحقتش تتوسخ يعني. وهطبق البطاطين كده. طبعا انا مش هطلعهم، عايزه اقول لكم الجو قلب، الجو قلب. انا قايله لكم من البدايه ان في نسمه هوا، بس الجو قلب قلبه جامده. هوريكم دلوقتي ايه اللي حصل. وهنضف الاوضه، هكنسها بس برضو مش همسحها، لان هي برضو نظيفه، فالارضيه نظيفه، انا بتكلم على الارضيه. وهنا حاطه البسكوت ورتبتها كده زي ما انتم شايفين، ودولاب ميار اترتب، والسراير، وفرشت ملايه بسنت ودياستي على السرير التاني عشان يبقوا الاتنين شكل بعض كده. وخلاص، ودي شهادات التقدير بتاع الولاد، وآية قرآنية، والمصاحف والحاجات دي. ودي دولاب ميار الصغنونة لوحدها كده. وشالت الفانوس والبتاع، قالت لي خلاص كده يا ماما نعينه. وحطيت الشبشب القطيفة ده تحت على الأرض كده، عشان لو عايزين يلبسوه كده. خلاص كده الشقة خلصت، الشقة خلصت. نبخر بقى الشقة. وعايزة اقول لكم الدنيا تشقلب حالها في ثانية، في لمح البصر. مش قادرة اقول لكم. حطوا لايك لو وصلت معايا لحد هنا، ولو اول مرة زوريني طبعا وعجبك الفيديو اتمنى اشتراك وتشجيع ليا كده، كومنتات يا جماعة كتير علشان استمر ان شاء الله. انا حابة يا جماعة الفيديوهات بامانة، وحابة اكون معاكم. انا بس هحط المبخرة من هنا وتلا تجري. شوفوا تلا تجري، شايفين ما شاء الله. اسمعوا بقى المطر معايا. عايزه اقول لكم متعه الدنيا تشقلب حالها. بس ما زعلتش ان انا شلت السجاده يعني، علشان السجاده برضو كده كده كنت هشيلها يعني. اسمعوا معايا. ده تلج يا ماما، تلج تلج اهي، تلج تلج. ما ياخد بالك بالآخر. قال له صاحبه ايه هو اللي يقرأ؟ عايزة افرج التليفون، مش عارفة شو السمع عامل ازاي. ماشي هنا في الفيديو دي. اللهم اني اسالك حسن الخاتمه. قررت اضحي بالتليفون. ضحك بالتليفون. اللهم اني اسالك الرضا والجنه وحسن الخاتمه يا رب العالمين. اللهم صيبا نافعا ورزقا واسعا وعلما نافعا يا الله. اللهم صيبا نافعا ورزقا واسعا وعلما نافعا يا الله. اللهم صيبا نافعا وعلما نافعا.
اللهم صيما نافعا وعلما نافعا. الناس اللي مصيفة دي، في ناس صيفة. الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب، وزدنا من نعمك يا رب، وأنعم علينا. اللهم دم نعمك علينا وامنعها من الزوال يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما نحن فيه، وزدنا من حمدك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا الله. طبعا الولاد قعدوا يقولوا لي يا ماما شلت السجاده، الدنيا ساقعه الدنيا ساقعه. قلت لهم لا، انا كده كده كنت هشيلها علشان ما تتبهدلش، عشان ما نرجعش نغسلها تاني، وان شاء الله على العيد الكبير تكون جاهزه. وطبعا قالوا ايه؟ هناكل رنجه. طبعا محمد ابني جاب لنا رنجه، طبعا هو كان جايبها اصلا، بس انا قلت له مش هناكلها النهارده، ورجعت قلت له يلا هناكلها وخلاص. انا كنت عاوزه اعمل لهم بقى ايه، بما ان مطر وسقعه، اعمل لهم شويه كشري عدس كده، طبعا كأي ست مصريه. فهم قالوا لا رنجه يا ولاد، خلوها شم النسيم خلاص قرب، يقولوا لا رنجه، فيلا توكلت على الله. بس طبعا زعلت جدا، رنجه صغيره، انا ما بحبش رنجه الصغيره. وجايب رنجه نوعين على بعض، منوفي ورنجه بوسيد. طبعا ابو السيد احلى حاجه يعني، مش عشان اعلانات ولا حاجه، لا والله انا جربت دي وجربت دي. هي المنوفي حلوه برضو مش وحشه، بس ابو السيد دي فظيعه يا جماعه، حاجه غريبه كده بصراحه، زبده زي ما بيقولوا. طبعا انا بعملها على الطاسه علشان ما اقدرش اعملها على الكوشه، بتتبهدل بصراحه، والبوتاجاز اصلا نضيف، فانا قلت ايه خلاص. ما بتاخدش وقت خالص على الطاسه، وبتقلبيها كده زي ما انتوا شايفين على الوشين، وما تنساهاش على الطاسه، يعني هي مجرد بس ايه تشم النار بس. هي كده كده رنجه مدخنه، فلو سويتيها زياده بتبقى لحمها عامل زي التونه كده. وهنا طبعا حضرت الليمون ب125 جنيه. مهم ما علينا، يعني جت على الليمون، قطعت لهم شويه ليمون حلوين كده في الطبق، وكان بصله كتيره كده، لان هم ما شاء الله بيحبوا الليمون والبصل جدا كتير على الرنجه. وكام خيارايه كده قطعتهم برضو في الطبق جنبهم، والشيبسي هما بيحبوا الشيبسي قوي عن البطاطس مع الرنجة، وكمان بيحبوا الشيبسي اللي هو اللي بالشطة. طبعا انا عصرت على البصل ليمون وحطيت عليه خل، يعني احلى من كده مفيش ما شاء الله، يعني اللهم بارك بألف هنا. عايزه اقول لكم يا جماعه الفيديو ده من اوله كده، ان انا يعني الحمد لله بدأ من بعد صلاة الفجر، وشوفنا الشروق مع بعض، ودي كانت اول مره اصلا اظهره في الفيديو. اي نعم هو مش ظاهر قوي عشان البيوت عاليه، بس بجد الساعه نفسها والعصافير وصوت الديوك والطيور والحاجات دي، بجد انا بحب الطبيعه قوي فوق ما انتم متخيلين. وكمان يعني المطر بقى نزوره ده لوحده، انا بعشق المطر، بموت كده في المطر، يعني اللي هو حياتي كده وروحي، يعني بصراحة بحبه قوي قوي قوي. وبعدين الرنجة، انا بعشق الرنجة، اكيد كل المصريين زي ما كانوا معايا في اللايف امبارح بيقولوا ما فيش حد مصري ما بيحبش الرنجة. احنا طبعا ملناش في الفسيخ، يعني مش هضحك عليكم. طبعا انا كنت بقى غيرت وحضرت الاكل كده. طبعا انا زعلت كمان عشان انا بخرت، بس هرجع بخر تاني عادي خالص يعني. وبعد كده اصلا الرنجة ما زفرتش الدنيا ولا حاجة، انا عاملاها على الطاسة، والطاسة غسلتها في ثواني، فكأننا ما عملناش اي حاجة. وعايزة اقول لكم الدنيا مطرت تاني عادي خالص. قلبت يا نهار ابيض. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص، هروح اكل بقى مع الولاد. اتفضلوا معانا طبعا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.